بسم الله نبدأ. وقبل أي حاجة أنا حابب أشكر كل الناس اللي عملت اشتراك وعملت لايك وتابعت الفيديو للآخر، وفضلا لو تدعمونا باشتراك ولايك، وشكرا ليكوا على وقفتكم معنا. ありがとう。 اللي واقفين بيشبهوا عليها وبيقولوا لبعض: ولا مش دي تلس بتاعة الساحة؟ قال له اه والله هي، بس مش عوايدها يعني تنضم الفرق، وسمعت انها عضوة في ورشة كبيرة كمان. ابو نضارة البارد بيقول لها: ما تاخديش الموضوع جد قوي كده، ايه رأيك اعزمك على مشروب في القهوة الجديدة اللي في الشارع التجاري بعد ما نخلص؟ بس لما لقاها مش بتنطق اتغاظ وراح مجمع تعويذة وقال لها: استمتعي في حضن اشواكي يا قطوطة، وراح رامي تعويذة القفل الشائك وطلع فروع صبار من الأرض. فضلت تلف على تلس لحد لما غطتها خالص، وهي ما اتحركتش ولا حتى دفعت. الناس بدأت تستغرب وبدأوا حتى يشكوا إنها تلس، بس لينج سي كان واثق فيها جدا وشايف إن مستواها يتحسن، وبدل ما كانت بتهجم بغشومية بقت بتراقب حركات خصمها كويس. وفجأة لقوا دخان طالع من قمة كومة الشوك، وبعديها طلع عمود نار قوي جدا حرق الأشواك كلها وفرتكها على الآخر، وراح طالع لسان من النار ضرب الواد أبو نضارة وطير تلت هلسه. طلعت وقالت له مرة واحدة: قالها لي ساحر المعركة هيفضل ساحر، ازاي ما تاخدش بالك من نقطة القوة والضعف لعناصر السحر المختلفة؟ وراحت ملسوعة وفين يوجعك، وكمان كسرت له النضارة المستفزة بتاعته. حاول يقف ويداري خيبته بس ما عادش شايفها أصلا من غير النضارة، وهي عملت تعويذة قوية جدا طارت ونزلت عليه بألسنة نار رهيبة، خلصت عليه وقفلت الجيم. ورجعت للشباب وقالت: يلا يا تايت دوركم اللي جاي. اللص مع المزيفين ما بقاش قدامه غير انه ينزل، فوقف وقال لها: حلوة منك دي، استغليت تهور زميلنا وكسبتي، طب بقينا 1-1 وخلاص فاضل مباراة واحدة. وبص اللينج سي وقال له: انت، انا بكلمك انت مش انت اللص، تعالى بقى يا شاطر وواجهني. قال له: انت متأكد يا ابني؟ قال له: تعالى. وعدد المتفرجين عمال بيزيد، وبعديها بنشوف وسطهم شلة المعديه القديمة والجيران. لما بيشوف لينجسي بيعرفوا فورا وبيتبسط جدا ويقول: ايه ده، اللص ده هو الزعيم لينجسي، يا ترى لسه فاكرنا؟ أسير الأحزان بيقول: يا عم ده عدى مع اللي عدوا خلاص ونسينا. المهم اللص المزيف بيعيش الدور ويقول للينجسي: ازاي تتجرأ وتنتحل شخصيتي؟ على رأي المثل: إلا مؤاخذة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. وبيبدأ القتال ويقول للينجسي: تعالى يلا هاجمني. بس لينجسي واقف هادي وما بيتحركش. التاني فاكره خايف لدرجة إنه مش قادر يتحرك، فقال له: انت دميح خالص للدرجة دي، خليني أعلمك ازاي تبقى لص. وراح رامي قنبلة دخان وما عادش حد شايف حاجة. بعديها بيستخدم تقنية استبدال الظل علشان يقدر يلاقي لينجسي وسط الدخان. بعديها بيديله الطعنة الثقيلة، ودي الاستراتيجية اللي بيكسب بيها كل مرة. بس بيتفاجئ ان لينجسي برضه ما اتحركش، فقال: الواد ده عبيط ولا ايه؟ لف من وراه وقال له: انت بتحلم وانت واقف يا عم الحاج، طب خد. لينجسي قال له: لا مؤاخذة، خد انت. وقال له: حتى قبل ما توصل لي وسط الدخان انا كنت عارف انت فين. اتاريه استخدم تقنية عين النسر العظيمة اللي شاف بيها قبل كده العيال اللي كانوا مرقدين له في المية. كمان عمل تقنية روح الشر الخفية وجاله هو من وراه واداله الحقنة بسرعة، ومحدش من اللي واقفين شاف حاجة. بس لما الدخان راح لقوا اللص المزيف مرمي على الارض، ولينجسي واقف بنفس الهدوء عيل كاريزما، وقال لزمايله: يلا بينا، كفاية كده عشان عايزين نشوف دنجن تاني. لما سألوا اللص المزيف ايه اللي حصل، قال: الجدع ده قوي بدرجة مش طبيعية، كان عامل حساب كل حاجة وسريع لدرجة اني حتى ما لمحتش الخنجر بتاعه، انا كنت بتضرب ومش ملاحق اصد حاجة. بنعرف انهم تبع ورشة بتحركها عشيرة انياب الذئاب، وده عشان تشوه سمعة فرقة الظل وتقلل ترتيبهم. لما بيوصل الخبر لنائب قائد العشيرة اللي اسمه السنجاب العنيد، وبيعرفوا هم مين بسبب شهرة تلس، بيأمر السنجاب ان لصوص العشيرة المتخصصين في الاغتيال يخفوا معلوماتهم ويستهدفوا لعيبة فريق الظل. اما بقى في مقر عشيرة الضباب، بنشوف القائد بيلاحظ ان كوكو النائبة بتاعته سرحانة في حاجة، فبيسألها: مالك؟ قالت له: انت مش فاكر قصة الرهان بتاعك ولا ايه؟ قال لها: نهون، انا حياتي كلها رهانات. قالت له: رهانك مع لينجسي يا عم الحاج، اللي انت مراهن عليه اللي هو الظل يا حبيبي.
وده الفريق الرباعي اللي ظهر فعلا في الفرق المتصدرة للقائمة. واتأكدت من تيانا انهم هم الظل، صوتهم سمع جدا والعين كلها بقت عليهم. انا مرتحتش للواد المغرور ده، بس واضح ان هو عنده مهارات مش عادية. سألها قولي لي كده نتائجهم، فراحت قايلة ان نتائج الاسبوع الاول لسه ما اتحددتش، بس الارقام اللي عملوها لحد دلوقتي ارقام مذهلة. لما شاف الارقام قال لا ده فاهم اللعبة كويس قوي، بس ارقامهم دي هيزعلوا بيها ناس كتير جدا وهيهددوا كمان مصالحهم. قالت له تقصد ان في عشاير هتطارد لينج سي وفرقته؟ قال لها اقصد مين؟ طبعا هيعملوا كده، ما هي الشجرة المتزهزهة الناس بتزقلها بالطوب. قالت له طب والعمل نبعت ناس تحميهم؟ قال لها لا ولا اي حاجه، الواد ده عدى كل توقعاتي، انا عايز اشوف هو هيقدر يوصل لحد فين لوحده ومن غير اي مساعدات. وشرب الشاي وهو بيسمع اغنيه اندال اندال اندال. اما لينج سي فبيقابل فرقته القديمه وبيروحوا يسلموا عليه. جيران بيقول له انت طلعت عضو في فرقه الظل؟ قال له بس ما تسيحش الله يخرب بيتك. قال له انا لما شفت ارقامهم ما صدقتش انها ارقام حقيقيه، بس لما عرفت ان الزعيم لينج سي معاهم بقى الكلام منطقي. رد لينج سي بتواضع زي عوايده. والبت شياولان قالت متواضع طبعا كالعاده، بس انت ليه حذفتنا من قائمه الاصدقاء؟ قال لها معلش اصل دي عاده وحشه عندي. طلبت منه يساعدهم في رفع مستواهم عشان بقالهم شويه متعلقين في المستوى ده، وفي دنجون مجننهم اسمه مد الصيد. راح قال لهم مد الصيد انتوا مش عارفين تعدوا المعركه الاخيره تحت الميه عشان الاكسجين بيخلص، لو كده يبقى لازم تروحوا قريه الصياد الاول عشان هناك في متجر سري بيبيع عشب برانشيا. اما بقى بخصوص استراتيجيه المعركه فانا رايي راح بوش خشب قطعه عشان كان غيران وشايط منه على الاخر، لان نظرات اعجاب شياو كانت جارحه بصراحه. وقال له شكرا على النصيحه ومش محتاجين اي نصايح زياده، احنا هندبر امورنا. سحب العيال بالعافيه عشان ما كانوش عايزين يسيبوه. جيران وهو ماشي قال له انا هحاول اجتهد على قد ما اقدر في دور اللص، بس انت هتفضل الاقوى دايما يا زعيم. لينج سي افتكر اللاعب اللي اسمه الخطوط السوداء وقال في نفسه لا يا حبيبي انا ولا اقوى ولا نيله، انا حتى مش ند للشخص ده. افتكرت ان انا لازم ارفع مستواي بشكل اسرع عشان اوصل للمستوى 15 وابقى مستيقظ اخيرا. دي اللي هتبقى البدايه الحقيقيه ليا وهتكون الحل لمشكله الراجل العجوز والدين اللي عليه. بنعرف بعد اسبوع فريق الظل فعلا دخل في اعلى 20 في القايمه، ودي حاجه مش سهله ابدا لان اعلى 20 مركز دايما كانوا محجوزين لشخصيات معروفه بالاسم من العشاير والورش الكبيره، وده خلى المنافسه تشعل مره تانية. بعد اسبوعين وصلوا للمركز ال 15 وبقى الكل بيتكلم عنهم ولسه ما حدش منهم خرج واكد مين هم اعضاء الظل. وفي الاسبوع الثالث حصلت المعجزه ودخلوا التوب 10 وبارقام قياسيه تعجيزيه، وده كمان سرع الخطر اللي كان مستنيهم واللي كانوا مرقدين لهم في الذره. حس لينج سي بوجود اعداء فطلع خنجره وقال لزمايله مش قلت لكم احنا خدنا نايب من الكيكه كان بتاع ناس تانية عشان كده جايين ورانا. وفعلا بنشوف عدد كبير من اللعيبه محاصرين الفريق، وكمان هيبلغوا القاده انهم لقوا فريق الظل. تيليس قالت وماله اهلا بالمعارك، انا زهقت من تصفيه الدنجن والملل ده. لينج سي بيراقب الموقف ويقول فيهم تقريبا 20 لص في المستوى العاشر، بيهمس لفريقه ويقول ما تضيعوش وقت معاهم احنا عايزين نخلص منهم باقصى سرعه. وبنعرف ان من اسبوع كان السنجاب بيلوم رجالته على انهم ما عرفوش يوقعوا فريق الظل، ولحد دلوقتي بطه بلدي وبيقول لهم حتى لو عرفتوا تقابلوهم هم كده كده اقوى منكم، بس لو قدرتوا تقابلوهم مطلوهم وضيعوا وقت لحد ما انا اجي ليهم بنفسي. فعلا رجاله السنجاب حاولوا ينفذوا كلامه وتقسموا 5 منهم على كل واحد من الفريق وطولوا القتال على قد ما يقدروا. بنشوف ريكو وهو بيصد سهامهم وقال ما بدهاش بجه وراح متحول وعجنهم. تيليس بتلسوعهم بتعويذ النار بتاعتها وبتقول لهم دي كفايه عليكم يلا بقى نلعب يا حلوين. اما الريشه السوداء فغربلهم بطلقات البندقيه بتاعته لحد اخر واحد اللي قال له ما عادش غيرك يا حلو، لسه هيقول ها راح مديها له في نص دماغه متغلفه بواحده جي. واللي فاضلين بقوا يلطموا ويقولوا احنا ايه اللي وقعنا مع العالم دي، دول عالم سو. كمان لينج سي وقع 4 بكام حركه محدش لحق يشوفهم حتى. اما الخامس حاول يهرب بس لينج سي جابه وقال له مش عيب تهرب مني كده، ده انت حبيبي وابن حبيبي وعايز اكرمك زيك زي زمايلك، يلا يا قلبي حصلهم انت كمان. ورفع خنجره ونزل عليه، بس المفاجاه انه لقى خنجر تاني بيصد ضربته وطلع هو السنجاب ووصل بنفسه في لمح البصر ومحدش حس بيه. قال لينج سي ايه العنف ده كله يا جدع؟ الريشه حاول يضربه بالنار بس طلع خنجر تاني وصد طلقته بكل هدوء. لينج سي قال له ده انت ثنائي السلاح، ده شكله هيبقى مرار طافح. فقال له ايه ده
معقولة الزعيم السنجاب بنفسه مشرفنا، أنا واقف قدام نائب قائد عشيرة أنياب الذئاب شخصيا. يا دي النور يا دي النور، مبروك يابا الاستيقاظ الكبير، والله فرحت لك. عرفت لما شفت إن أنت ثنائي السلاح. قال له إيه ده أنت خبير بقى. بس يا أبو الخبرة، عمرك قتلت شخص مستيقظ قبل كده؟ تلس والريشة بدأوا يقلقوا، بس ريكو قال يعني إيه مستيقظ أصلا؟ إحنا ما بنعتمدش حد وهنعلم عليك وانا رايح لك الاول. لينج سي قال له بس يا دي عبيط انت، ده مش خصم عادي. ريكو اتحول وقال ما انا عارف ان هو عمل مهمه تغيير المهنه، صح ولا قصدك ايه؟ وبعدين اصلا احنا 4 في المستوى 15، لو اتجمعنا عليه هنسفلته. لينج سي قال في نفسه العبط جايب اخره منك يا اخي، وجري وراه وقال لتيلس والريشه غطوا ورايا، وبيقول في نفسه السنجاب ده كان من اقوى 10 في تجربتي الاولى، احنا لازم ننسحب من قدامه باقصى سرعه، خصوصا اننا في القايمه الحمراء. ريكو بيوصل له ويقول احنا لازم نقابل لعيبه اقوياء علشان نطور نفسنا، لكن اللي كانوا قبلك دول كانوا ولا حاجه. طار ونزل عليه بضربه شق الجبل، بس الضربه نزلت في الارض وما اصابتش السنجاب، اللي وقف وقال له الجسم جسم بغل والمخ مخ عصفور. لينج سي بيحاول يلحقه، بس السنجاب بيهاجمهم بمهاره مستيقظ اللي اسمها مشبك التنين، ودي مهاره اخضاع بتمنع حركتهم. ريكو خد باله اخيرا انه خطر واسرع حتى من لينج سي نفسه. السنجاب بيقول للينج سي اسمك حلو وهو باللون الاحمر، ايه رايك اقتلك وابوظ لك معداتك؟ انا سمعت ان انت اقوى واحد في فريق الظل، بس الظاهر كده انك مجرد لص عادي ومش قادر حتى تحافظ على خنجرك في ايديك. تيلس بتحاول تساعده وبتطبق مهاره رقصه اللهب، بس السنجاب بيطبق تاني مشبك التنين، بس المره دي من الدرجه التانيه، وضربتها بتروح على فشوش. بيروح ناحيتها ويقول لها ساحره ومحاربه وبنت، الله ميكس ابن جنيه عمري ما شفته قبل كده. قبل ما يوصل لها بيقوم الريشه مديله طلقه قناصه ما بيلحقش يصدها. لسه هيقولوا هيه لقوه واقف ورا الريشه، واللي اتصاب ده كان صورة وهمية منه. قال له يا سلام، أسلحة نارية نادرة كمان، بس مالكش في القتال عن قريب، وأنا بكره اللي بيهاجموا في الضلمة زيك كده. لينج سي بيطير ويناول السنجاب بالرجل ويقول للريشة اهرب بسرعة. السنجاب قال له عايز تبقى بطل؟ خلاص يا حبيبي موت انت مكانهم، وبيناوله ضربة في دماغه بيهرب منها لينج سي، بعدها ضربة بالرجل بيصدها برضه. فبياخد السنجاب باله ان لينج سي عنده مهارة وقت الذروة، فقال عشان كده بيعرف يغلب اللعيبة العاديين بكل سهولة. بيرمي لينج سي قنبلة دخان وبيقول لهم هنفترق ونكت كلنا من هنا. السنجاب قال لهم فلتوا المرة دي اتكتب لكم عمر جديد والله، ورجالته اللي اتقتلوا قاموا من المقبرة وراحوا عليه على طول. فقال لهم خلاص هم هربوا ومفيش داعي نطاردهم، هم في الاخر لعيبة عاديين، انا افتكرتهم مستيقظين مستواهم عالي. بنروح بقى لمقر القسم الثالث من عشيرة الضباب، وبنشوف تيانا بتستقبل رسالة من لينج سي بتقول ايه اللي جرى في الدنيا، خير يا رب. قال لها في الرسالة تبلغ القائد العشيرة انه نفذ اللي طلبه منه، وان فريق الظل بتاعه يقدر يحقق المركز الاول لو عايز، بس في ظروف غير متوقعة بتحصل، عشان كده هنوقف لحد هنا. وكل عضو في الفريق عنده حاجة مهمة هيعملها اللي هي تغيير المهنة. بيقرر لينج سي يكون مستيقظ في اسرع وقت، وبيقول استنى عليا يا سنجاب الكلب انت. بيسجل خروج من اللعبة، وبعد كده بنشوفه قاعد مع الراجل العجوز وبياكل كتير قوي. الراجل بيقول له شكل نفسك مفتوحة النهاردة. قال له مش هبالغ لو قلت لك ان مستقبلي كله واقف على اللي هعمله الايام الجاية، فعايز اكون في افضل حالاتي. قال له ياه حاجة مهمة قوي كده، طب العجوز ده يقدر يساعدك في اي حاجة؟ قال له لا 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 مفيش اي حاجة، دي حاجة لازم اعملها بنفسي. بيرجع للعبة ويقول اهم لحظة في حياتي جت اخيرا يا جدعان، والنهاردة هبدأ مهمة تخصص العمل. بس لما بيوصل بيلاقي ناس كتيرة جدا عايزة تقدم، فبيقول واضح ان قللت من سرعة ترقي اللاعبين التانيين. وبنعرف ان كل مهنة ليها 3 مهام بصعوبة مختلفة A و B و C، وبتختلف اهداف كل مهمة حسب احصائيات اللاعب وسماته عشان ما يقدرش يستعد لها قبلها. لينج سي في تجربته الاولى رغم نجاحه في المهمة لكنه فشل في الاستيقاظ، لان معدل استيقاظه كان 12% بس. 12% دي نسبة كحول دي ولا ايه؟ بيقول المرة اللي فاتت جالي مهمة اللص سي وقاتلت نسخة مني باحصائيات ضعف احصائياتي، والنسخة دي ما كانتش عارفة كل معلوماتي بس، لا دي كمان كانت فاهمة طريقة هجومي ودفاعي. ورغم اني تحملت لنهاية الوقت بس كانت نسبة الاستيقاظ بتاعتي ضعيفة جدا، ففي الاخر
الآخر فشلت. اللعيبة التانية جالهم مهمة سي يا دوب قتل زعيم دنجن بسمات معقولة، بس قليل البخت دايما بيلاقي حاجات غريبة في حتت عجيبة. بس المرة دي إحصائياتي مختلفة خالص، ومهما كانت المهمة اللي هتجيلي أنا واثق كل الثقة إني هتفوق فيها ومش هسمح بأي نوع من أنواع الفشل في حياتي. بنشوف بنت بتقعد على كرسي الاختبار، في ايد الكرسي بتحضنها وبيشوف سماتها ويقول لها انت شاطرة قوي في التمركز، انسب مهمة ليكي هي المهمة بي، وبيبلعها الكرسي وبيتكرع ويقول ايه اللي بعده. بيقعد لينج سي والكرسي بيقول لص بشري، خليني كده اشوف. الله، مثالي في كل النواحي، يليق بيك مهمة من الفئة ايه. لينج سي فرح جدا عشان مهمة فئة ايه عبارة عن استكشاف خريطة بس. والله لعبت معاك يا لينجو. وفجأة الكرسي لمح شارة المجيد فقال له ايه ده استنى تاني، مش مصدق نفسي، اول مرة تحصل لي. وحاجة غريبة جدا، عندك نفس الهالة زينا، انت هتاخد مهمة من الفئة اس. وبيبلع لينج سي والناس واقفة مذهولة ومستغربة من لون البوابة بتاعة الانتقال اللي دخلها، وليه الكرسي ده قال مهمتين مختلفتين، وايه اصلا مهمة اس دي. بيدخل لينج سي في مكان زي مدينة والدنيا بتمطر عليه، وبيقول يا ترى حظي عين لي ايه المرة دي. وفجأة بيلاقي 3 نسخ منه قدامه المرة دي، وبرضه بضعف سماته، ووقت المهمة مفتوح. بيفتكر لينج سي تجربته الأولى، وبنشوفه وهو مطحون من النسخة بتاعته وكل أمله إنه يهرب منها لحد ما الوقت يخلص. بس بيلاقيه المرة دي بيظهر من وراه وبيغزه. يوه، أنا إيه اللي خلاني أفتكر الذكريات الزبالة دي دلوقتي؟ أنا المرة دي واحد تاني وأقوى بكتير، بس المرة دي الوقت مفتوح ومش هينفع ماطل. أهرب دلوقتي وهدي نفسي، ولازم آخد وقتي في التفكير. بيدوروا عليا، ولو حد لقاني مش هلحق أتخلص منه قبل ما التانيين يحضروا، وساعتها هبقى ميت أكيد. أنا فضلت أعلي من مستوايا وجالي دول بضعف أرقامي، يعني نسخ مثالية مني. هعمل إيه أنا معاهم دلوقتي؟ أنا المفروض أجيب أعلى نسبة استيقاظ أقدر عليها. فجأة واحدة من النسخ بتقفشه وتسحبه من قلب الإزاز. بينط فوق سطح مبنى ونسخته بتنط وراه وبتناوله ضربة بيصدها، لكن بيرجع كام متر لورا من قوتها. بيقول أنا لو حاولت أفكر لحظة واحدة هلاقي طعنة في قلبي. إيه السرعة المرعبة دي؟ لسه بيقلبها في دماغه هوب لقى ركبة في بطنه طيرته. طب استنى، طب أكمل تفكير يا جدع. كمان ممنوع استخدم مهاراتي ولازم اعتمد على السمات الأساسية اللي هم واخدين ضعفها أصلا. ده إيه الجنون ده؟ وراحت نسخته نط عليه رزعاه مكانه في الأرض. بيحاول يقف تاني ويصد لكنه مش لاقي أي نقطة ضعف. في الآخر المرة دي هتبقى زي المرة اللي فاتت. لا، ده المرة دي أنيل كمان، وبيحضر النسختين التانيين وبياكل علقة موت، وخلاص بيستسلم لليأس وبيغمض عينيه. لكن بتلمع في راسه فكرة ويفتح عينه تاني ويقول أنا فاكر الوقت ده، استنى أنا فهمت اللعبة. بيطلع سلاحه ويقف يقول لسه في أمل. بيهجموا عليه لكن بيمسك إيد واحد ويصد التاني بخنجره، والأمور بتبان أسهل ويقول زي ما توقعت. بيقول لواحد منهم شكرا إنك هاجمتني على السطح من شوية عشان هجومك هو اللي أوحالي بالحل بعد ما صديت ضربتك من غير تفكير، رغم إن سرعتك ضعف سرعتي وهو ده المفتاح. رد فعل اللاوعي واللي بيقولوا عليه وقت الذروة. لازم دلوقتي اثق في حواسي واتصرف من غير خوف، لان خوفي هو اللي كان مقيدني وهو اللي خلاني افشل المرة اللي فاتت. وقت الذروة موهبة حصرية لينا بس احنا البشر، وبدأ يرقص معاهم ويصد ويضرب بشكل تلقائي ويقول حتى لو كانت سماتكم 100 ضعف السمات دي ولا حاجة قدام وقت الذروة. وبيقدر يقتل اول واحد ويقول للتانيين هتهاجموني مع بعض ولا واحد واحد. وبنعرف ان موهبة وقت الذروة دي كمان متقسمة ل3 مستويات، المستوى المبتدئ والمتقن والغريزي. انا وصلت اخيرا لمستوى المتقن. بيقتل تاني واحد بسهولة ويقول كده فاضل واحد. واضح ان دور الصياد والفريسة هيتقلب المرة دي. بعد كده بنشوف تيانا وهي بتكلم قائد العشيرة وبتعرفوا ان لينج سي راح في مهمة تخصص المرة دي، وبتعرفوا ان لينج سي راح في مهمة تخصص العمل دي بعد ما حقق الشرط بتاعه ودخل بفريقه التوب 10. قال لها انا عارف ده، ومين يعني ما سمعش عن فريق الظل. كوكو قالت طبيعي لينج سي يحاول يلحق نفسه بعد ما النقابات التانية نظمت حملات لمهمة تخصص العمل وبقى في عدد كبير قوي من المستيقظين دلوقتي. القائد قال لتيانا تمام بس ابعتهولي اول ما يرجع. نرجع بقى للينج سي اللي خلص المهمة. بيبص على النتيجة وهو مصدوم وبيقول انا ليه بيحصل معايا كده؟ انا عملت كل اللي اقدر عليه. وبنلاقي نسبة استيقاظه طلعت 12% وبرضه فشل انه يكون مستيقظ، وبقى بيشد في شعره ومش عارف الغلط فين. نزل بركبته على الارض وقال خلاص
كده نفس اللي حصل لي أول مرة هيحصل لي تاني، وهيتداس عليا بالشباشب ولا هعرف أعيش ولا حتى ألاقي شغل عدل، عشان المستيقظين هم اللي بيكوشوا على كل حاجة. إيه ده؟ حاجة غريبة. ليه في اختيار التالي؟ الوايه التالي ده انا فاكر ان هي كانت خروج بس مفيش تالي. يا ترى التالي ده هياخدني لفين؟ العب المضمون واخليني في اللي اعرفه واضغط خروج بدل ما اخسر كمان التخصص، ولا ايه؟ لا انا مش هرجع اتعلق في الشجر واتهان تاني. ملعون ابو الخروج. تعالى يا عم تالي وريني اللي عندك. لما ضغط على التالي لقى ان النظام خده لمرحله تانية، وقال نتائج المرحله الاولى اتحفظت والنتيجه النهائيه هتتحدد لما تخرج من مهمه التخصص، ونسبه الاستيقاظ من المراحل دي هتندمج مع بعض. الله، قال حلو قوي، يعني نسبتي النهائيه مش هتبقى 12%، انا لسه عندي فرصه ابقى مستيقظ. المرحله الثانيه طلع هيواجه فيها 6 نسخ منه بضعف سماته. قال مش مهم، هاتي كمان وكمان، خلينا نشوف هنوصل لحد فين. بعد كده بنشوف كوكو وتيانا قاعدين مع بعض ومستغربين ان لينج سي لسه غير متاح للاتصال. غالبا لسه في مهمه التخصص، بس غريبه جدا لان عدى اكتر من نص يوم. واحد بامكانيات لينج سي المفروض الموضوع ما يطولش معاه. كوكو بتقول انا وقائد العشيره خلصنا في نص ساعه. تيانا قالت لينج سي موعود بالحاجات العجيبه اللي محدش بيعرف يواجهها غيره. بيدخل عليهم ريكو بالحماس العالي بتاعه وبيعرفهم انه نجح في الاستيقاظ بنسبه 83%، وطبعا قعد يرغي ويحكي لهم عن المهمه اللي جات له. بس تيانا سرحانه وبتقول هو دخل مع لينج سي في نفس الوقت وخرج في اقل من ساعه، ليه بقى لينج سي ما خرجش؟ كوكو بتقول صحيح سمعت ان السنجاب عمل كمين لفريق الظل، بس الولا لينج سي ما بلغناش ليه بالموضوع ده. تيانا قالت والله ولا بلغنا انا كمان، عشان كده فريقه كله راح لمهمه تخصص العمل. بنروح لمقر القسم الثالث من عشيره الضبعب، وبنشوف ريكو وهو ما شاء الله وصل للمستوى 25 وماشي فشخور بنفسه على الاخر، والناس بتتكلم عليه بكل اعجاب وكل الفرق بتطلب مساعدته. كمان الشباب في المقر كانوا بيجيبوا سيره لينج سي وبينقلوا اشاعات ان عشيره انياب الذئاب خلصوا عليه ومحدش يعرف عنه حاجه بقاله شهر، يمكن مكسوف يوري وشه للناس. ريكو كمان بيفكر في لينج سي وبيقول يا ترى انت فين يا جدع، وبيستقبل رساله من تيليس بتسال عنه وبتقول لما اشوفه هطين عيشته، انا خايفه لو ما ظهرش بسرعه فريق الظل هيتفكك. قال ريكو بس انا واثق في لينج سي. تيليس كمان بقت في المستوى 27 وبالنسبه لها هزيمه الوحوش بقى زي الفسحه. بنروح بقى الاجتماع بين كوكو وقائد العشيره، بنعرف ان انياب الذئاب واخدين راحتهم على الاخر واستولوا على محطه تفتيش تخص عشيره الضباب، رغم انهم اصلا كانوا مقسمين المحطات بينهم بالنص. المحطات دي تبع دانجون لسه ما تمش اطلاقه، المفروض لما يتم اطلاقه يتنافسوا عليه بشرف. كوكو شايفه انهم لو ما ردوش الضربه هيفكروا ان هم خايفين منهم. القائد بيسالها فاضل قد ايه على اطلاق الحصن؟ قالت اسبوع. قال لها ده وقت كفايه اننا نرد عليهم، بس طالما هم اللي بداوا يبقى لازم نرد القلم قلمين، هناخد محطتنا ونحتل محطه من محطاتهم. قالت له المحطه القريبه مننا متحصنه كويس والتنافس عليها هيكون مكلف، المحطه البعيده بيننا وبينها تضاريس صعبه قوي ومش هنوصل لها باي طريقه سهله. ولان في الليله الضلمه بنفتكر البدر، ساعتها افتكر لينج سي وفريق الظل وراح سائل عنهم. قالت له محدش عارف عنه اي حاجه من ساعه ما راح مهمه تخصص وهو اختفى. قال لها نجاح مهمتنا هيحتاج فريق الظل عشان يعمل هجوم مفاجئ. بنرجع للينج سي في الوقت ده بنلاقيه لسه عمال يقاتل في النسخ بتاعته، وخلص المرحله ال10 بعد شهر بحاله، وقدر يجمع نسب الاستيقاظ في ال10 مراحل ووصل لنسبه 100%. فقال حلو قوي كده بالصلاه على النبي، يلا بينا نرجع.